الفوطه السخنه بتعمل عمليه تنشيط للفروه، يعني الفروه بتبدا تشتغل فبتبدا تضخ الدم، يبدا المسامات تتفتح، يبدا الافاده القويه للزيت. هتسيبيها على شعرك لمده قد ايه؟ لمده ربع ساعه 10 دقائق لحد ما تبرد. بردت وخلاص الشعر بدا يتفتح والمسامات خدتها، شلناها وخلاص والموضوع انتهى. اعمل اسيبه على كده؟ لا، اصبري بقى نص ساعه ولا ساعه، وبعد كده يا ست الكل هتعملي ايه؟ هتبداي تغسلي شعرك. هتغسليه بايه؟ اغسليه بحمام كريم. وناس كتير هتقول لي طب الشامبو ما حمام الكريم ما بينضفش الفروه؟ لا، رغي هينضف، بس بعد 5 6 مرات اغسليه مره بالشامبو علشان اللي موجود في الفروه يطلع. انا حاسس ان انا اتكلمت كتير، بس انا اسف، انا بوصل لكم المعلومه. وبكده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو ينال اعجابكم. ملك قول لهم بقى باي، قول لهم ما تنسوش تعملوا لايك